يعني فلوسك كلها يم ابوك؟ ما اخلي فلس دينار وما اتصرف اي تصرف اذا ما ارجع لوالدي. الله يعطيه الصحه والعافيه ويحفظ ابوه. يعني توفيق عليه. ابو جنه، وهذا النجاح اللي من انت بعد فيه الله اليوم سبحانه وتعالى، هو التوفيق لله اولا. للوالد والوالده الله اي يخليهم. رضا امي وابوي علي. راضين عليك. زوجتك ما الحمد تغار لله. فلوسك يم ابوك؟ لا ما اتغار. انا شنو اتغار؟ زين. هم الخير والبركه. طيب قلت انه اني اكو شخص اجى للمحل هذا يخلي لي كيلو مخدرات، شلون لزمت؟ لا مو هيك قلت لك. شلون؟ قلت لك تعرضت انه رادوا يخلوا لي مخدرات بالمطعم، رحت اشتكيت. انا اي شيء يصير معي التجئ للقضاء والقانون، واني مع القضاء ومع القانون. شلون عرفت انه اكو شخص راد يخلي لك كيلو مخدرات بالمطعم وحتى تلزم؟ شلون لزمتوا هذا؟ وصلني خبر من شخص يشتغل بالمصطب، ناس جايين عليه قالوا لي ابا تريد تشتغل بمطعم ابو جنه لمده 15 يوم وتخلي عنده شغلات وتبطل من وراها تختفي. رجال ابن حلال وادي ابن ادم وارضوا له مبلغ مغري على انه يخلي هذا الشيء. واخذت الولد، وصلني الخبر، اخذت الولد ورجعنا لمحكمه التحقيق نينوى وقدمنا ابلاغ، وخلال يومين مسكوا الفاعل. اوف. اي والله. حلو مخلي لك اياها ابو جنه. انحكم 20 انتهي. حسد عيشه. تعال تقنع الناس انه انت ما لك علاقه بالموضوع. زين انت ما تخاف لا يخلوا لك شيء؟ والله بزود القضاء ما اخاف.